ومع تزايد دعوات التطرف والتعصب في العالم، خصصت وزارة الشؤون الدينية خطبة الجمعة لتوعية المصلين حول الأفكار الداعية للتطرف، والأمر الذي لقي استحسانا من قبل المصلين. تقرير سيد أحمد هديبل. في أعقاب هجمات باريس الدامية وتزامنا والأفكار التكفيرية التي تسود العالم، خاصة مع ظهور ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، ولتجنب السقوط في أفكار داخلة تحاول أطرافا ترويجها بين المسلمين، صدحت حناجر الأئمة اليوم عبر مختلف مساجد الجمهورية بخطب توعوية حول خطر التطرف. وما يصار ضد الإسلام من أن الإسلام دين عنف ودماء وتطرف، حاولنا كما رأيتم وشاهدتم وحضرتم حديثنا مع المصلين حول حقيقة هذا الدين بكل ما تحمله هذه العبارة، وبكل الأدلة والأساليب سواء الشرعية أو النقلية أو العقلية أو التاريخية، كيف هذا الإسلام انتشر، كيف أن هذا الإسلام دين حضارة. موضوع التطرف لقي استحسانا من قبل المصلين الذين أكدوا أن الإسلام بريء من هذه المعتقدات ومن يقتل الأبرياء باسم الإسلام. خطبة اليوم تاع الإمام تبارك الله هضر يعني كما نقول لك القوري لا توجد دواء، هضر يعني الواقع واش صاري في الدنيا هذه، واش صاري بين المسلمين واللي فهم يجي انا عندي هذاك مش مسلمين هذوك في بالجهاد مش عارف انا جهاد فيش مش عارف ما عرفناش انا الجهاد كيفاش داير. على كل حال الشيخ اليوم يعطيه الصحة الخطاب تاعو هذا لا باس به. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من التشدد في تزايد دعوات التطرف والتعصب في العالم أمر يحتم على الوزارة الوصية تجنيد أئمة المساجد عبر التراب الوطني لحماية الشباب المستهدف رقم 1 من قبل هذه التنظيمات. الظلم في شريعة